خوتي الجزائريين، والله لا عجبني هذا السيد سيناتور اسمه عبد الوهاب بن زعيم. شخصيا زعيم، اسمه يعطيكم باللي هو زعيم. وانا شخصيا نوجه له التحية من هذا الفيديو. السيد خرج لهم طاي طاي من الدرايه نستعرب به. قال لهم باش نتقي شر المخزن الصهيوني مخزني يجب فرض التأشيرة. ما تكترش معي الهضره المروكي، تدخل بالفيزا لالجيري باسكو الله غالب المغضوب عليكم. هذه هي تدخل الفيزا، انا مانيش باغي يدخل عندي بني مكلب. هذه الارض طاهره سالوا عليها دم الشهداء. السيد والله نوجه له التحيه ونقول لها برافو 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 عليك. خليكم تسمعوا التصريحات القويه اللي العياشه راهم هابلين بها. بالمناسبة دشنا رئيس الجمهورية جامعة تسمى جامعة الذكاء الاصطناعي، ليس لنزرع بها أو نحصد بها، بل ليكون شبابنا هم في الطليعة. بالنسبة للمخزن، أنا قلتها مرات عديدة، هو عدو ونعتبره عدو، وكل مغربي يدخل الجزائر بقبعة مغربية وإسرائيلية. طالبت بالتأشيرة للمغاربة لكي نتقي شرهم أحببنا ما كرهنا، هم يكنون لنا العداء، لذلك فلنفتح أعيننا لذلك. والمخزن يبقى عدو، ولا أقول الشعب المغربي مغلوب على أمره، لكن المخزن يكن لنا المكائد والمكائد والمكائد، ولهذا يجب أن نحتاط، ويجب أن نقف مع قيادتنا السياسية والعسكرية لنتجنب كل المشاكل وكل التخطيطات العدوانية من المخزن.